أمّا يكون عندنا كده وقت مدرسة بقى وزنقة، بس نِفْسنا كده هَفّة على حاجة حلوة، يعني عايزين نعمل كيكة سريعة كده وسهلة، يبقى هنعمل الكيكة دي ضروري، لإنها كيكة بتتعمل في 5 دقايق وبتتسوّق في 10 دقايق بالكتير، لإنها على الطاسة وعلى البوتاجاز مش في الفرن كمان. معاكم هالة أبو بكر، يالّا نشوف هنعمل إيه، ويا ريت لو عجبكم فيديو لايك وشير واشتراك في القناة كمان. أول حاجة عندي بضاية بدرجة حرارة الغرفة، وزي ما أنتم شايفين كده أنا هاشتغل مباشرةً في الطاسة اللي هاسوي فيها الكيكة. يعني مش هاحط في طبق كمان يعني ولا هابهدل الدنيا ولا أي حاجة، هي مجرد الطاسة اللي هاشتغل فيها وبس. البضاية طبعًا هاحط عليها كيس من الفانيليا أو نقطتين من الفانيليا السايلة اللي عندنا هاشتغل بيه، وبعد كده بقى من سهولتها هاشتغل بالمعالق، المقادير كلها بالمعلقة. هاحط 4 معالق من السكر العادي، يبقى 4 معالق من السكر العادي بضاية وفانيليا. وطبعًا نخلي بالنا البيضة تكون خارجة من التلاجة قبلها على الأقل بنص ساعة. خلاص كده، كمان هاحط 4 معالق من الحليب أو اللبن، يبقى زي ما قلنا احنا هنشتغل بالمعالق، و4 معالق من الزيت، يبقى 4 معالق من اللبن و4 معالق من الزيت. وكمان عندي 4 معالق من الدقيق. نقدر نستبدل يعني بدل الزيت زبدة، بس أنا باحاول أعملها معاكم بطريقة اقتصادية جدًا وسهلة جدًا، يعني لما يكون نفسنا في حاجة حلوة هنقوم نعملها في ثواني وبكل حاجة موجودة عندنا في البيت. خلاص حطيت الدقيق، هاحط بقى معلقتين كبار من الكاكاو الخام. نقدر كمان على فكرة نشيل معلقة من الدقيق ونحط 3 معالق مثلًا من الكاكاو، تبقى شوكولاتة أكتر يعني زي ما إحنا حابين. كمان عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح، يبقى 4 معالق من الدقيق ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هاقلب الخليط ده بقى كله كده كويس جدًا مع بعضه زي ما أنتم شايفين، يعني أنا كمان لا ضربت السكر والبيض مثلًا الأول ولا أي حاجة. انا حطيت كل المقادير مع بعضها في الطاسة، وبعد كده هبتدي اقلب كويس جدا لحد ما كله يندمج في بعضه. وزي ما قلت لكم نقدر نستبدل الزيت بالزبدة، هتبقى طعمها احلى طبعا، بس بنحاول نوفر على قد ما نقدر. هبتدي اقلب في المكونات بتاعتي كويس قوي لحد ما كله يندمج مع بعضه، واحس كده ان السكر داب والدقيق والكاكاو اختلطوا مع البيض والدنيا تمام. انا هنا بنزل الخليط اللي في جوانب الطاسه علشان اديها كمان تقليبه واحس ان كله كده اندمج مع بعضه. ونخلي بالنا عشان كمان البيكنج باودر يتوزع كويس جدا، ما نلاقيش حته عاليه وحته واطيه في التسويه. خلاص كده تمام، ما خدتش معايا في الدمج حوالي دقيقه. هبتدي بقى افرد الخليط بتاعي في الصينيه دي الطاسه دي مقاس 26. طبعا نقدر نستخدم طاسه اقل، هي بتكفي عندي 4 افراد الكيكه دي. طبعا لو استخدمت طاسه اكبر اقل قصدي، هتبقى السمك بتاعها اعلى، انما انا هنا مستخدمه الطاسه كبيره فالسمك بتاعها هيبقى رفيع شويه. طبعا ده احنا زي نتحكم فيه براحتنا، نقدر نحطها في 20 في 24 في 22 زي ما احنا حابين. هرفعها بقى على النار كده متوسطه او كمان هاديه، واغطيها كويس لمده اقل من 10 دقايق. يا جماعه نلاقيها استوت بجد اقل من 10 دقايق. هحط بقى خله سنان كده او سكينه اختبرها، هلاقيها بتطلع نظيفه كده تمام، هطفي عليها. هسيبها تبرد بس دقيقتين 3 كده، وابتدي احطها في الطبق بتاعي. خلاص كده هي جاهزه عندي. بصوا السمك بتاعها متوسط، طبعا زي ما قلت لكم لو عايزين السمك يبقى اعلى من كده هقلل الطاسه بتاعتي، هقلل حجمها. لو عايزينه كل ما هنقلل حجم الطاسه كل ما هنلاقي قطعه الكيك بتاعتي بقت اعلى وارتفعت اكتر. بس هي كده بالسمك ده الوسط ده هشه جدا وطريه جدا، واهم حاجه ان هي مستويه من جوه كمان، ما خدتش مننا وقت. وعايزه اقول لكم طعمها حلو جدا. طبعا نقدر نحط فيها قطع شوكولاته او نزينها بصوص شوكولاته او كراميل زي ما احنا حابين. انا حاولت اعملها معاكم باقل الامكانيات وابسطها، علشان مفيش حاجه توقفنا ونقول احنا لسه هنجيب او هنشتري. بصوا بصوا طريه وهشه جدا ازاي، طعمها حلو جدا يا جماعه. طبعا نقدر كمان نديها للولاد بقى في المدرسه، يعني لو حابين نغير من السندوتشات. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وكمان تعملوا لي شير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو لسه ما اشتركتوش، واقول لكم مع الف سلامه.